مساء الخير. الكرة المصرية رايحة فين؟ طبعا كلنا شفنا المنتخب الأولمبي امبارح، وشفنا الأداء المزري اللي ظهر بيه المنتخب بتاعنا. مع فرقة المفروض إن هي مش موجودة على الخريطة، يعني فرقة الدومينيكان ده أنا مش عارف هي بتلعب فين، يعني بصراحة والله ما أعرف هي في أنهي قارة. هما كانوا بيقولوا إن هي مش عارف هي في الكونكوريكاف ولا بتلعب في أمريكا الشمالية، أنا ما أعرفش هي مكانها فين. الفرقة دي طبعا آه، لعبت مصر امبارح في الأولمبياد في أول ماتش، وغالبية الماتش الفرقة كانت أحسن مننا. الملعب يبان إن الفرق مش كبير، ده لا بالعكس، هي كانت تستاهل المكسب، كان لها فرص وكانت تستاهل المكسب. طب إيه السبب المنتخب الأولمبي ده ظهر بالشكل ده؟ السبب إن دي إمكانياته، يعني ظهر ضعف شديد في العناصر، مش في الخطة. يعني انت مهما تعمل خطة ومهما تعمل تكتيك ومهما تعمل يبقى ليك رؤية لازم يبقى ليك معاك أدوات تنفذ بيها الرؤية دي. يعني جوارديولا لو جبت له مثلا فرقة واتفورد في الدوري الإنجليزي وقلت له اشتغل بقى الشغل اللي بتعمله مع مانشستر سيتي، أنا متأكد إنه هيهبط. يعني لو اشتغل بفرقة بتنافس على الهبوط بالتكتيك بتاعه اللي بينفذه في مانشستر سيتي، هو هياخدها وينزل، لان مش معاه العناصر اللي تساعده انه ينفذ التكتيك بتاعه. يعني اهم حاجه العناصر. احنا العناصر دي غالبيتها ما بتلعبش فريق اول، يعني غالبيتها ما بتلعبش اساسي في الدوري المصري. يعني متخيل ان الفرقه ديت اصلا ما بتلعبش اهلي اللعيبه دي اصلا ما بتلعبش اهلي وزمالك، يعني غالبيه التيم مش اهلي وزمالك. واللي بيلعب واللي في الفرقة التانية بتلعب فرقة بتنافس على الهبوط وفي متوسط ومنتصف الجدول وما بتنا وما بيلعبوش أساسي. اللعيبة ده عنده 23 سنة 22 سنة. لامين يامال بتاع أسبانيا عنده 16 سنة، كان أحسن لاعب في بطولة أوروبا. اللاعب التاني اللي هو نيكي ويليامز بتاع أسبانيا عنده 21 سنة. يعني في سن دول كانوا احسن اتنين لعيبه هم اللي جابوا لاسبانيا بطوله اوروبا للكبار اليورو. لان احنا طبعا قبل كده كنت اتكلمت عن اسبانيا وتجربه اسبانيا، بس انا عايز اتكلم الوقت عن تجربتنا احنا بقى. يعني احنا بقى فين؟ احنا العناصر اللي عندنا في المنتخب الاولمبي تدل ان مفيش تخطيط اصلا. المنتخب ده صحوا لقوا عندهم بيعملوا منتخب اولمبي لم يا عم اللعيبه اللي في السن ده، فما لقوش الا دول. انا عايز اقول لكم ان المشكله دي مستمره، لان المنتخبات اللي بعد كده اسوأ. طب ايه السبب المرحله اللي احنا وصلنا لها دي مع المنتخبات دي، مع المنتخب ده والمنتخبات اللي بعديها؟ احنا طبعا شفنا منتخب 17 سنه او 19 سنه مش فاكر، كان بيلعب بطوله هنا اتغلب التلات ماتشات في ارضه، ما جابش ولا جول. كان في بطوله في مصر ما جابش ولا جول واتغلب التلات ماتشات. والمنتخب ده طبعا مشى ومحدش عارف ايه اللي حصل له. هو ده المنتخب اللي جاي بعديه، لان احنا ما عندناش اهتمام بقطاعات الناشئين في مصر. ما عندناش خطه، ما عندناش تخطيط، ما عندناش اهتمام بالمواهب، ما عندناش اصلا اكتشاف للمواهب. احنا ما عندناش حاجه، احنا بنعمل مشاكل بس. احنا في مصر بنعمل مشاكل بس، ما نعرفش خطوره الموضوع ان بعد كده ممكن نلاقيش كوره. نلاقي منتخبنا زي مدغشقر وزي اوغندا وزي سيراليون وزي المنتخبات ديت، لان احنا ما بنخططش لحاجه. احنا ماشيين وخلاص. والكرة بقت تخطيط وعلم ودراسة ومفيش. احنا بعيد جدا وبنبعد وما عندناش استعداد نتطور. اهم حاجة في الكورة في العالم كله، واحنا مش منفصلين على العالم، هي التخطيط. احنا كنا بنشوف المغرب وصلت لفين، لان المغرب بتطلع عاملة بتطلع اللعيبه بتاعتها 15 سنه و16 سنه بيطلعوا بره يلعبوا في اوروبا ويحترفوا. واللعيب حتى في الدوري المغربي لما بيظهر معاهم 19 سنه، شفنا سفيان رحيمي وشفنا لعيبه تانية كتير بتبقى لسه صغيره، مجرد ما بتظهر بس بيسيبوهم يمشوا. شفنا اشرف بن شرقي قبل كده في مصر، في لعيبه صغيره
بمجرد ما بتظهر بيسيبوهم يمشوا لدوريات اقوى عشان يتطوروا. فبقى عندهم منتخب اول ومنتخب اولمبي ومنتخب كلها قويه. المنتخب بتاعهم كسب الارجنتين اللي واخده في الاولمبي، اللي واخده كاس العالم، واخده كوبا امريكا. لان الناس دي بتشتغل، واخدت برونز، واخدت مركز رابع في كاس عالم، وهيفضلوا لان اكيد الاكيد ان هم عندهم خطه وشغالين. احنا فين بقى؟ مفيش خطه، مفيش اي حاجه. احنا على الله. المنتخب بتاعنا الاول اصغر لعيب فيه اللعيبه اللي هي الشباب بتوعه، محدش واخد باله من الموضوع. محمد عبد المنعم، امام عاشور، آه، دول ما فيش حد اصغر منهم بيلعب في المنتخب الاول. دول 25 26. طب بعد 5 سنين اللعيبه دي هتكون خلاص كبرت. مفيش اي حد باين على السطح انه ممكن يسد. مفيش اللهم الا كوكا وابراهيم عادل وشويه 3 4 لعيبه كده، مش فلتات خالص. يعني لعيبه عاديه جدا ما يعملوش اي حاجه. ده لان مفيش خطه، مفيش تخطيط واضح، مفيش دراسه للموقف اللي احنا فيه حاليا، لا قبل كده ولا بعد كده ولا الوقت. والدراسه دي بيعملها ايه غير ناس كوادر؟ يعني عشان تعمل دراسه لازم تجيب كوادر يعملوا لك الدراسه دي. انت مش ما عندكش كوادر، انت اصلا ما عندكش استعداد. الناس اللي ماسكه الكوره في مصر، ماسكين اتحاد الكوره في مصر، ما عندهمش اي استعداد ان هم يسيبوا كراسيهم. طب انت يا اخي فشلت، سيب الكرسي لحد تاني. لا، ده هو بيسيب الكرسي لحد قبله. احنا بنرجع لورا. احنا محتاجين حد يشتغل صح، عشان يعني على الاقل في ظرف ال10 سنين الجايين دول نحافظ على الجيل الموجود ده هو زي ما احنا، لحد ما نجيب جيل جديد يكمل. انما بالوضع ده احنا رايحين لمرحلة صعبة جدا. مشكلتنا في مصر التخطيط للكورة مفيش، زيرو. طب الكوادر اللي بتخطط اكيد موجود، بس اللي ماسكين اتحاد الكورة ما عندهمش استعداد يجيبوا حد يسيبوا الكراسي لحد يستحق فعلا. انت فشلت، فسيب المكان بتاعك لحد تاني يشتغل صح. لا، هو فشل ومقتنع ان هو ناجح، ومقتنع يكمل، ولو مش هيجيب لحد تاني زيه بالظبط. وهي عاملة زي لعبة السلام الموسيقية كده، واحد يقوم واحد يقعد وبعدين يقوم والتاني يقعد وهي ترك. طبعا الموضوع له علاقة أصلا بالمصالح، وله علاقة بالبيزنس، وله علاقة بإن الموضوع مش عمل تطوعي. اللي يقول إن الشغل اتحاد الكورة والشغل في الأندية عمل تطوعي بيضحك علينا وبيضحك على نفسه. مش عمل تطوعي خالص. لأن هو الموضوع أكيد بيدي برستيج، وبيدي شهرة، وبيدي برامج، وبيدي فلوس بطريقة غير مباشرة. مش راضي يديك فلوس في جيبك. احنا ما بنتهمش حد هنا بالفساد، بس على الأقل مش قادرين يسيبوا الأضواء اللي جنب الكرسي، لأن الأضواء دي بتسهل حاجات كتير قوي. بس المصلحة العامة هي الأهم. المسؤولين في مصر، وزارة الشباب والرياضة والمسؤولين، لازم يعرفوا إن الكورة دي هي الهوى اللي الناس بتتنفسه في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي. فالكرة احنا في مرحلة صعبة جدا. احنا منتخبات كلها من منتخب الناشئين لحد المنتخب الأولمبي ضايعة. المستوى بتاع المنتخب الأولمبي يجيب إحباط. لعيبة مفيش خالص. مفيش خالص. يعني اللعيبة دي مستحيل تلعب يعني مفيش. يعني انت ممكن تقول اللعيبة اللي ممكن تتطور ويجي منها، يعني لو جيت تعدهم هتلاقي مثلا 5. لما كانوا بيقولوا محتاجين 3 من الفرقات الكبيرة، لا ده هم محتاجين 18. 18 التلاتة بتوع والمنتخب بتاعنا كله ينزل يلعب منتخب أولمبي. لأن المنتخب سيء. لأن المنتخب أصلا ما متكون كده. واحنا لا، تعالى لما نعمل منتخب 23 سنة، مين اللي عنده 23 سنة بيعرف يلعب في الدوري؟
ده فلان بيلعب فين، فلان بيلعب في الحته الفلانيه، يلا. بس طبعا مفهومش ولا لعيب محترف، ولا لعيب محترف، ولا لعيب بيلعب اهلي اهلي وزمالك اساسي. اللهم الا محمد شحاته واحمد نبيل كوكا اللي بيلعبوا. غير كده مفيش. كلهم ما بيلعبوش في انديه بتنافس على الهبوط، وانديه وسط جدول ما بيلعبوش. فانت جيل كله ضايع. حتى على فكره، حتى الجيل ده لو كمل وحتى لو خد ميداليه، هو الجيل وحش. يعني ممكن، اصل مش شرط تمشي في بطوله اللي انت كويس، ممكن الظروف تخدمك، ولو ان دي صعبه يعني، عشان ما تتعشمش قوي، ما الموضوع صعب. الخلاصه اللي احنا عشان تعمل جيل كويس في الكوره لازم يكون في تخطيط. لازم نشوف الناس بره بتعمل ايه وتشتغل زيهم. احنا لا عندنا تخطيط، ولا عندنا استعداد يبقى عندنا تخطيط، ولا ولا الكوادر اللي ممكن تخطط بنجيبها، ولا المصالح اللي مرتبطة بالكراسي عندنا في مصر عايزة تتنازل حتى شوية. يعني الناس اللي لها مصالح متمسكين بالموضوع. احنا بقالنا مثلا انا 25 سنة وهي نفس الدايرة، نفس الدايرة، ما بنخرجش منها، لازم نخرج منها، وإلا هي هتقفل علينا بقى. هنطلع بره الكورة خالص، هنطلع بره خريطة الكورة خالص، لو مش النهاردة يبقى بكرة، لو بقى 10 سنين. يعني الموضوع بقى صعب. ليلتكم سعيدة، وأنا حبيت أخرج بس عن المشاكل بتاعت الأهلي والزمالك عاملين ناكل في بعض، وإحنا أصلا عندناش كورة. يعني ليلتكم سعيدة وكل سنة وأنتم طيبين.